السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في صحبة انتصار عطية من داخل جمعية أوس وقافلة جبر الخواطر. معنا الحاجة نبيهة، ممكن تعرفينا بنفسك؟ اهلا وسهلا بكم. الحاجه نبيهه بدره، رئيس شرفي جمعيه قافله جبر الخواطر، ومدير عام سابق بالشؤون الاجتماعيه وخبيره اجتماعيه محكمه الاسره. فالمهم احنا دلوقتي طبعا احنا عباره عن مجموعه مع بعض كونا نفسنا، احنا ما احناش تبع جهه حكوميه اصلا. أيوة. احنا مكونه نفسنا من ولادنا وازواجنا واخواتنا وبعض الاصدقاء، وعملنا القافله دي يعني بيبقى يعني بنعمل يعني نقول مثلا بنساعد الناس الطيبين، بنعمل اسقف في الدول في اللي هي الحتت في المناطق النائية زي كبريت مثلا والجناين والحتت دي كلها. وبعدين بنعمل مساعدات شهريه، عندنا 50 اسره بنساعدها بصفه مستمره. وعندنا بعد كده بقى حاجات تانية، تجهيز عرايس بقى. عندك تجهيز عرايس عندنا تجهيز عرايس؟ لا والله لسه ما عملناش الاوبشن ده يعني، وربنا لكن لا ده انتوا وصلتوا للاسقف يعني. ان شاء الله نحاول نعمله. احنا بنهتم بالارامل والايتام، ودول يعني اهم فئه بصراحه. الناس طبعا كلها المراه المعيله. لكن دول اهم فئه. الناس فعلا يعني ايه محتاجين المساعده دي بناء على ابحاث خاصه يعني الناس بتقوموا كلها بيها. مدروسه. الناس كلها مدروسه، والاستاذ محمود رئيس القافله، الاستاذ محمود عبد العلا. طبعا الناس كلها يعني هو بصراحه اللي جمعنا كلنا. وبقول يعني مش هشكر في نفسي، يعني جمع فعلا خيره المجتمع فعلا يعني. كلنا الحمد لله معظمهم ناس يعني افاضل وناس محترمين جدا جدا، والكل بيساعد على قد امكانياته. وبنحاول ان احنا نوفر موارد للقافله باذن الله. هو المعرض دوت يوم واحد ولا المعرض ده يوم واحد؟ يوم واحد بس. بعد كده لسه لنا معارض في كبريت بقى وفي حتت تانية كتير مع حضرتك الاستاذ محمود. بشكر حضرتك. استاذ محمود ابو العلا. ايوه فهمت. كنت عايزه اسال حضرتك ايه يعني التسهيلات اللي هي قدمتها جمعيه اوس؟ ياه جمعيه اوس دي اتفكرت ده، انا لسه كنت هقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنشكر الحاج احمد عبد المحسن رئيس الجمعيه. بصراحه يعني عمرنا ما هنعمل عنده ندوه او اجتماع او حفله اليوم اللي فاتت او اي حاجه الاولاد شرفوا المكان بتاعكم، المكان مكانكم، والراجل فاتح لنا الجمعيه يعني مش على اوسع ابوابها. احنا بنشكره جدا. وبشكر برضه امين الجمعيه الحاج عماد العمده، بصراحه صديقي وحبيبي ما اقدرش يعني بصراحه توامي. الراجل بصراحه يعني برضه موفر لنا كل حاجه وفتح لنا الجمعيه على صراحه، وجهز لنا الترابيزات ومجهز لنا كل حاجه. احنا بنشكر الحاج احمد والحاج عماد وبنقول لهم كتر خيركم وجزاكم الله كل خير. سؤال اخير معلش، سؤال اخير. هو انا لسه ما قلتش حاجه خلاص. ماشي. المعرض كان فيه فكره ان هو للمدارس بس، لكن في صوره نزلت غلط فالناس افتكروا ان هي، لكن لما جيت لقيته الصوره اللي نزلت دي عملناها السنه اللي فاتت لبس مدارس اطفال، فهي اللي نزلت. عشان كده. فاحنا كنا عاملين السنه اللي فاتت كرئيس وتشكيل مجانا برضه، بس كان في نادي الجزيره عند الاستاذ وليد الهواري. ايوه. كنا عاملين فعلا ملابس مدارس وشنط، كنا جايبينها من بورسعيد برضه. الحاج محمد ابو هو اللي كان جايبها. كنا ونزلنا الفجاله في مصر كنا جايبين كشاكيل ولبس مدارس. دي صوره السنه اللي فاتت بتاعت مدارس اللبس المجاني اللي احنا عملناه. لكن المعرض هو في جزء للمدارس اكيد في موجود اهو، في جزء للمدارس وفي بقى للمراه وللرجل. وعلى فكره يعني احنا ان شاء الله برضه هنعمل معرض ثاني في كبريت من شهر 4 الجاي. دي معرض خاص بلعب الاطفال بس، لعب اطفال للايتام والارامل، لعب اطفال كامل، معرض كامل للعب الاطفال. طب بالنسبه للنهارده النهارده ملابس يوم واحد ولا يوم واحد؟ احنا مش ملاحقين بصراحه على الناس، يا ريت يكفي يومين ثلاثه. هي الملابس زي ما شايفه قد ايه. لا وانا شايفه كمان قسم خاص للعرايس. ايوه وديت يعني يحتسب ليكم الحقيقه. ده في لسه حاجات في الشرط ما اتفتحتش، احنا مش لاقيين مكان نحط فيه بصراحه يعني هو يوم ان شاء الله مش هيقضي باذن الله. لا مش هيقضي طبعا، مش هنرجع بحاجه باذن الله ان شاء الله باذن الله. وعايزه برضو ابلغ شكري لولاد شكري الفراشه. الراجل مدينا بالترابيزات لما قلنا له ده هنعمل معرض مجانا، عايز ايجارهم كام؟ قال لا ده انا اخد ثواب احسن من مليون جنيه. قافله جبر الخواطر يعني كل اللي بيشارك فيها بيجبر بخاطر اهالينا الطيبين. أكيد. ودول فخر وتاج على رؤوسنا جميعا. طبعا احنا كل الجروب اللي فيها ده شغال للناس دي اهالينا الطيبين. طب كلمه بقى لابناء السويس. ما هو المعرض ده لابناء السويس. ما انا عارفه ان هو احنا بلد الشعب السويس ده شعب البواسل. بنشجعهم ان كل واحد معاه احتياج مثلا ان هو بيساعد بيه. يا ريت احنا معروفين يعني عن طريق التليفون بتاعي وقافله جبر الخواطر رقم كام؟ رقم 010 12 60 8977. اي حد عنده ملابس، عنده احذيه، عنده لعب اطفال، شنط مدرسيه، ادوات يتفضل يتصل بيا وانا اجي لغايه عنده اخد الحاجه. وحصل من نص المعرض ده برضه حاجه جايه عن طريق كده يعني، محلات وكده يعني.
واحنا تحت امر اهل السويس، احنا بنشتغل لاهل السويس. اكيد هنشتغل طبعا. لمين؟ وانا بشكرك يا والله اعلاميه متميزه يا رب يخليك بجد، والله. وجيتي في الوقت المناسب عشان تصوري يعني احنا جينا حدث. قبل افتتاح المعرض ولقيت فعلا خلية نحل يعني قاموا بان هم استعدوا استعداد تام للمعرض. كلهم يعني واقفين، مفيش فرق بين اي واحد فيهم. كلكم اسره كلنا ايد واحده. واحده طبعا، مفيش قافله رئيس جبر الخواطر، ولا عضو، لا كلنا حاجه واحده. قافله جبر الخواطر ربنا بيجبر بخاطركم باذن أكيد الله. طبعاً إن شاء زي ما الله. بتجبروا خاطر خاطر الناس. الناس طبعا. اشكرك استاذ محمود، اشكرك. اتفضلي.